ازاي تتعلم انجليزي زي الاطفال، وفكك بقى من جو ام واز وار وفيرب واي ان جي ده بقى، وركز معايا. عارف نفسك تتعلم انجليزي عشان يكون في ماني يا خبيث، والمشكله انك بتبدا تحفظ في كلمات وتذاكر في قواعد وفي الاخر بتتكلم كده. I don't speak English very good. غلط. خد بقى كتاب اهم 5000 جمله في الانجليش ده وهتدعي لي، واللي بمجرد ما تحفظها هتلاقي نفسك بتقولها في حياتك بشكل طبيعي، وبالذات في الشغل. ودي اصلا الطريقه اللي اي طفل بيكتسب بيها اللغه. المجموعه مفيده جدا. هتبدا بكتيب الخريطه، وده اول الخيط اللي هيوجهك صح، وازاي تتحرك في باقي الكتيبات زي بداخل عقل متعدد اللغات، وده بيعلمك ازاي الناس بتكتسب اي لغه، والدليل ان في ناس بتتعلم 7 و10 لغات. وكتاب ازاي تتعلم انجليزي زي الاطفال، وازاي تتعلم انجليزي زي ما اتعلمت عربي. لا بجد هتفهم حاجات هتوفر عليك مذاكره سنين. وكمان كتيب بيعلمك ازاي تعدي اي انترفيو، وكتيبات تانية حلوه قوي هسيبك تتفاجئ بيها. عرفنا اسرار اللغه؟ دوس بقى يا معلم في كتاب ال 5000 جمله نفسه، واحفظ الجمل وطبقها في حياتك اليوميه. وفي 3 شهور بس هيكون معاك حصيله كبيره جدا تقدر تقدم في بوزيشنز عاليه في شغلك، وبالتالي مرتبك هيزيد. لا وكمان هتتنطط على صحابك وتكلمهم انجلش كمان. وبيجي مع الكتاب ماتيريالز زي كونفرزيشنز وكورس نوت تقدر تحملها وتتعلم منها. فوفر وقت ومجهود بقى والحق اطلب المجموعه وهتشكرني بعدين.